أهلا بيكم في حكاية في 3 دقايق. يا نور، أنا سنين طويلة من عمري قضيتها في الشغل ده. كنت أول واحد يجي وآخر واحد يمشي. علمت ناس كتير وكنت دايما واقف جنبهم وقت ضعفهم، أساعدهم وأشيل معاهم عشان ينجحوا. كنت فرحان بنجاحهم كأنه نجاحي، وأقول دايما المهم إننا نكبر سوا. لكن لما جات لحظة التقدير، لحظة الترقية، لقيت الكل نسي. اللي وقفت جنبه اتفق مع غيره ضدي، واللي علمته بقى هو نفسه اللي بيزقني بره المشهد. حسيت بكسرة كبيرة يا نور، إن إيدي اللي كانت سند ليهم بقت ممدودة لوحدة. عارفة يا أخويا، الجحود في الشغل بيوجع أكتر من أي حاجة، لأنه بيجي من ناس كنا فاكرينهم إخوات في نية السكة. بس خد بالك، الخير اللي بتعمله عمره ما بيروح. يمكن الناس ينسوا، يمكن ينكروا، لكن ربنا ما بينساش. الفرص بتروح، لكن الرزق مكتوب باسمك ومحدش يقدر ياخده. خلى تعبك وسنينك لله مش للبشر، وصدقني اللي باعك النهاردة هيتكشف بكرة. لكن انت هتفضل واقف، لأنك بنيت بضمير، والضمير هو الرصيد اللي ما بيتسحبش.